اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله اليوم ال29 الفراخ البيضه بتاعتنا. هنعمل لهم ايه على الميه؟ نحط ايه على الميه ان شاء الله كده؟ هننزل بجرعه مضاد سموم. طبعا انا من يوم ال20 وانا ببدا انزل بجرعه مضاد سموم. طبعا في ايام ال20 يوم دي طبعا بتبقي بتغيري في العلف او بتبقي غيرت العلف. من بعد تغيير العلف بقى كمان بتبدأي تنزلي بيها يومين 3 في الأسبوع. ده طبعا كمان عشان الموت المفاجئ للفراخ والسموم العالية في العلف. تمام. طبعا أنا اليوم ال29 بقى أنا بقى لي يومين كده ما نزلتش بيها. هنزل بيها النهاردة إن شاء الله بإذن الله. وبعد النهاردة بقى هبدأ أشتغل بالخل والليمون على المية عشان ينظف جسم الفرخ من أي سموم فيه، من أي أدوية خدها، من أي حاجة. أنا الحمد لله يعني ما مشيتش بأدوية كتير في الدورة المرة دي، الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني يعتبر أنا ما اديتش مضاد حيوي للفراخ البيضة ديت إلا جرعة الاستقبال بس، الحمد لله اللهم لك الحمد. تمام. من بعد الجرعة بتاعت الاستقبال دي شغالة أعشاب، شغالة حاجات طبيعية جدا، مفيش أكتر من مضاد السموم، رفع مناعة. دي بس الأدوية اللي أنا كنت بحطها، ومش بحطها كتير كمان. غير كده أي إسهالات تقابلني، أي برد يقابلني، بشتغل بالحاجات الطبيعية والأعشاب الطبيعية. تمام. وننصح بالحاجة ديت يا جماعة كوقاية. إنما لو الفراخ معاكي طبعا عندها إسهالات جامدة ومفيش علاج من حطيت لها الاعشاب وما لقيتيش فيه تحسن، يبقى لازم تلجئي بسرعه للبيطري عشان يعني تنهضي الحاجه بتاعتك. تمام. طبعا هنشوف برضو الموازين معانا ان شاء الله باذن الله النهارده. بس كده نحط العلف بتاعهم وكمان نغير السقايات. طبعا انا كده وزعت الفراخ بتاعتي كويس على البطاريتين. البطاريه الثانيه ما كنتش مستعمله اللي هو الدور الثالث ده، بس نقلت الفراخ لما لقيتهم بقى يعني بقوا كتير على بعضهم فنقلت لهم. هوريكم دلوقتي ايه انا اقصد ايه. طبعا يا جماعه انا ما بحطش في العلافات عليها كتير او علف كتير. ليه؟ عشان العلف كتير فوق بعض وملوش لازمه. انتي حطوا لهم علف يخلصوا العلف اللي قدامهم وغيريه تاني، كده افضل يا جماعه من انك تحطي علف وتسيبيه قدامهم. حتى الفرخ يجوع معاكي ياكل اكتر. تمام. البطاريه اهيت. انا كنت طبعا حاطه في الدور التحتاني ده، واللي فوق ما كنتش حاطه في الدور الاخراني ده. لما طبعا لقيت الفراخ بقى يعني بقوا زحمه على بعضيهم كده، يعني وزعتهم على الثلاث ادوار. يعني يعتبر حاطه في كل واحد 11 فرخ كده، حلو قوي. لحد ان شاء الله بنطلعهم على خير باذن الله. يعني كل دور واخد 11 فرخه. المره دي يا جماعه الفراخ المره دي انا عايزه اقول لكم انضحك عليا. انضحك عليا ازاي؟ او مش انضحك عليا، يعني هما طريقتهم كده. الفراخ اللي جبتها كلها ما لقيتش فيها غير 10، بس 10 ديوك، 10 11 بكتير قوي، والباقي كله اناتي. تمام. برابر يعني مش ديوك. فده طبعا بيبقى ايه؟ ده طبعا بيبقى فرزه. الفراخ دي مفروزه. الفراخ ديت مفروزة. مفروزة بقى من الشركات أكيد. يعني بتطلع الفراخ دي بتطلع للشركات أو الناس الكبار اللي بيربوا الفراخ البيضة ديت على بأعداد كبيرة، والباقي بقى يوزعوه على البيطريين، ياخدوا بقى ايه اللي هم ايه فرزودي. لأن مش معقولة يعني 80 ولا 100 فرخ يطلع منهم 10 ديوك. تمام. فالحمد لله إن شاء الله ربنا هيعوضنا خير إن شاء الله. هيعوضنا خير بإذن الله يا رب. ويتباعوا حلو ان شاء الله. بس المره دي فعلا مفيش ديوك الا 10 ديوك. طبعا الديوك معاكي بتشيل وزن بسرعه عن الفراخ، بتشيل وزن بسرعه عن الاناتي والبرابر الديوك. يعني انا ما شاء الله عندي الديوك اللي تحت البرابر دلوقتي كيلو 800، يعني 2 الا. انا عايزه اقول لك ان الديوك دي انا وزنت منهم لقيتهم 2، وفي هنلاقي ان شاء الله دلوقتي كمان معدي ال 2 كيلو عمر 29 يوم. انما البرابر يا جماعه ما كملوش ال 2 كيلو، ما كملوش ال 2 كيلو عمر 29 يوم. تمام.
بس الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد. المرة الأولانية في الدورة الأولانية طلع لي فيها ديوك كتير، يعني يعتبر أكتر من النص ديوك، وطلع الباقي برابر. المرة دي طلع 10 ديوك بس، فيعني مرة بتظبط مرة بقى، مش مشكلة الحمد لله. هنحط لهم على العلف ايه النهارده بصراحة أنا مش عارفة أحط لهم حاجة. الكهرباء قطعت وأنا ما كنتش لسه عملت لهم البصل اللي بعمله لهم ده، الكهرباء قطعت عليا، فانا ان شاء الله استنى لما النور يجي ونحط لهم العلف بتاعهم. نعمل بصلايه كده وعليها راس توم، مش لازم توم، نعمل بصلايه ونحط لهم ان شاء الله عليها جنزبيل. الجو برد اليومين دول يا جماعه، طبعا لازم تدفي جسم الفرخ معاكي، الجنزبيل بيدفي جسم الفرخ معاكي وكمان بيعالج البرد كمان معاكي. تمام، فالجنزبيل حلو قوي للبرد، العلاج البرد كمان، وبيدفي جسم الفرخ معاكي. هنحط لهم ان شاء الله، بس بقى ايه، نبقى نعمل لهم البصله لما ايه الكهرباء تيجي ان شاء الله باذن الله. كمان عايزه اللي وصل معايا الفيديو لحد كده ان شاء الله يدوس لايك ويشترك في القناه عشان توصل له مني كل الاشعارات والفيديوهات اللي بعملها جديد باذن الله. تعالوا بقى نظبط الميزانه يلا ونوزن الفرخ معانا يوم 29. بصوا كده انا جبت معايا ديك اهو، ده ديك حطيته على الميزانه 2 كيلو و60 جرام. تمام، وزنتها كده نزل. انا طبعا جايبه معايا كمان واحد اهو عشان بيعذبوني في انا ماسكه الموبايل. ده 2 كيلو، ثواني شوف الميزانه بس مظبوط ولا لا. ده 2 كيلو. تمام، 2 كيلو برضه. تعالوا بقى نشوف كده معاكم فرخه يا جماعه عشان نشوف فرق الموازين. بس لما بصوا يا جماعه، الفرخه كيلو 600، دي فرخه، ديت فرخه بربرة يعني. تمام، برضه هنشوف حاجة تانية بس ندخل دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت كمان فرخة اهيت، فرخة برضو 2 كيلو ولا حاجة بسيطة، 2 كيلو ولا 60 جرام. تمام، معايا واحدة تانية ديت كيلو 875 برضو قليلة عن 2. تمام، يعني الموازين بتفرق يا جماعة برضو لما بتكون الفراخ دي بتفرق معايا. تمام، بس الحمد لله يعني، الحمد لله. الفراخ معاك يا جماعة لما تلاقيها عندها برد او طشمة، لو بتاكل علف كويس وبتسحب معاكي في الاكل، تمام، ما تخافيش منها. لقيتي اكلتها يعني قلت عن الاكل الطبيعي، الفراخ معاكي قل اكلها عن الاكل الطبيعي اللي انت بتحطه لهم كل يوم، لا كده يبقى لازم تروحي للبيطري وتجيبي لهم علاج. تمام، عشان النقطه دي انا كنت بقع فيها دايما، فحبيت اقولها يا جماعه، افتكرت وانا شغاله كده قلت اقول لكم عليها. تمام، يا ريت بقى اللي لسه بيتفرج عليا اول مره يشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.